السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرة مع حلاوة. النهاردة لجمهور الزمالك الفيديو ده هنتكلم لكم على أحمد بالحج، مميزاته، عيوبه، مراكزه اللي اللعب فيها، أحرز كم هدف، عمل كم أسيست، هل الصفقة هتبقى مفيدة وغنى عن إمام عاشور ولا لا؟ هنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بالحج مغربي، كان بيلعب في الدوري الاسباني في فرق مغموره درجه ثانيه ودرجه ثالثه. جابوا اسوان مجاني، جابوا سنتين. الزمالك تعاقد معاه لتعاقد امام عاشور مع ميتلاند الدنماركي. وانا نوهت في الفيديو اللي فات وقلت ان ميتلاند الدنماركي باعت عرض لامام عاشور، بس لسه ما فيش كلام اكيد. وطلع رئيس الزمالك اكد الكلام بالليل بعد ماتش فيوتشر ان امام عاشور خلاص هيمشي لميتلاند. فالزمالك اتحرك بسرعه عشان ما عندوش صناع لعب. وانا قلت اسامه نبيه بيفكر الايام الجايه انه يلعب بصناع لعب. حتى اللي اتفرج على ماتش فيوتشر كان بيلعب امام صانع لعب، ثانيا على الدكه عنده بره ما عندوش صناع لعب. فممكن يستغل شيكابالا، بس هل شيكابالا هيقدر يجيد لعب صناع اللعب المسافه دي كلها مع عامل السن ومع عامل اللياقه بتاعه؟ هيقدر يخليه يكمل معاه الماتش كله؟ اكيد لا. شيكابالا يبقى ورقه رابحه ليه ان هو ينزله في الماتشات المعجربه في اخر دقائق. فبالنسبه لاحمد بالحاج 25 سنه، لاعب لاسوان لحد الان حوالي 10 ماتشات او 16 ماتش بالظبط، لعبوا مع اسوان 16 ماتش، احرز 3 اهداف و10 اسيست. بالنسبه للاسيستات فكره حلوه، بس لعب بالحج شبه مين؟ بالحج شبه اشرف بن شرقي. بالحج نوعيه اللعيب المهاري وبيلعب على الطرف اكتر ومزاجنج كتير، يعني دماغه لو عطيال اللعب بيلعب. شهاده ان اللاعب ده شال اسوان وعمل نقله نوعيه لاسوان في الجدول، ويشكر عليه هيثم عرابي في الصفقه اللي جابها. طب احمد بالحج طريقه لعبه ازاي يا حلاوه؟ طريقه لعب احمد بالحج هيلعب مركز 10. في مشكله في الزمالك بيقول رئيس النادي بيقول لك احنا هنرجع فييرا وكده. كان في اخبار امبارح ان هو في اجتماع لرجوع فييرا. ليه رجوع فييرا يا حلاوه؟ في شرط جزائي لفييرا حوالي $1,000,000. رئيس الزمالك بيحاول يلعب لعبه القط والفار مع فييرا عشان يشوف هل فييرا هيتنازل عن $1,000,000 ولا فييرا هنجيبك تاني ونرجعك وكده. قال له هتيجي مستشار قانوني؟ فييرا قال له لا انا مش هشتغل مستشار قانوني. قال له هنجيبك مدرب. فلسه في مشاورات وفي كلام ان فييرا هيرجع مدرب، فمحدش عارف فييرا هيبقى مدرب ولا لا. طب رجوع فييرا مدرب، هل هيلاعب بالحج؟ فييرا ما بيلعبش بصانع لعب نهائيا، وكان سبب خروج اوباما راح فرقه الحزم في اول ماتش حط هدفين. اوباما لعيب ممتاز، لعيب مش وحش، بس فييرا قتله على الدكه. فييرا ما بيلعبش بصانع لعب، بيلعب 4-3-3 كومباك، حته واحده. الثلاثه لعيب نص ملعب شبه بعض على خط واحد، ما بيلعبش باثنين وواحد قدامهم. فبالتالي كده هيضطر الزمالك ان هو يجيب احمد بالحج عشان ما عندوش صانع لعب. كماله اسامه نبيل لو كمل وفييرا ما رجعش، احمد بالحج هياخد فرص وهياخد فرص كبيره. انما عدم كماله اسامه نبيل ورجوع فييرا هيأثر على اللعب احمد بالحج الايام الجايه. فربنا يوفق، وهو صفقه ممتازه. احنا شفناه في الدوري المصري، لعيب في الخطوط بيتحرك بين الخطوط كويس، كورته على الارض كويسه. لسه الملعب بينا بالحج، ونتفرج انا وانت ونشوف هنوصل لحد فين.